أحب أعرفكم على أختنا وصديقتنا سينشيا. أسيبها هي تعرف نفسها والله. Welcome to Synthesia, the #1 AI video platform for business. With just a few clicks, you can transform boring text into highly engaging training. هي بتعمل إيه؟ هي بتحول التكست البسيط لتريننج أونلاين سهل، شخصية بتتكلم وبتبدأ تشرح. Welcome to Synthesia, the #1 AI video platform for business. With just a few clicks. Welcome to Synthesia. يعني الشخصية اللي انتوا شايفينها دي هي شخصية AI وبتتكلم بنفس الليب سينكينج وبنفس كل حاجة، وبتعمل برزنتيشن بشكل كامل. البرزنتيشنز دي كلها كليكابل زي كانفا بالظبط، نفس اللي احنا عملناه على كانفا احنا بنيجي نعمله هنا على سينتيشيا، بس باستخدام Click 100 languages post. I am Jeffrey Wright. I'm the global solution owner at Mondelez. It's fun for me to not necessarily let them know that it's AI generated. It's amazing the reaction that you get. My name is Tanya Braddock. I'm the executive director of enterprise starting and development for Endo. And what we do there is we manufacture life enhancing therapies with our purpose to help those we serve live their best life. So in the past, سينتيشيا بيعمل ايه؟ برضو بيديني جزء فور فري في الاول اقدر اشتغل عليه، بس للاسف هو بيديني 3 دقائق في الشهر الجزء الفري، مش اكتر من كده. طيب سينتيشيا بيعمل ايه؟ زي كانفا بالظبط، هو بيدينا كم تمبلتس لطيفه جدا. مجرد ما هضغط على تمبلت وهبدا اكتب له اي حاجه، مثلا ديمو. فانا بعمل ديمو لبرودكت معين وعايز حد يتكلم عنه، هبدأ أختار التمبلت اللطيفة اللي تبقى متناسبة مع الحاجة اللي أنا بعملها. نختار ده مثلا. طيب ده شكل التمبلت، موافق عليها؟ حلوة جميلة، يلا بينا نكمل. مش موافق هنرجع باك ونختار تمبلت تانية مختلفة. وهنا بيفرجك التمبلت دي لما تتحول لفيديو هتبقى عاملة ازاي. hey folks, consider using this template as a way to create an instructional manual video that you can add hotspots and interactions to. Want to hear more? Let's get going. طيب هنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي على الشمال أول سين نزلت تلقائي، بعدها هقدر انزل اي عدد من السينز اللي هي المشاهد اللي انا عايز اشتغل عليها بالترتيب اللي انا عايز اشتغل عليه. مثلا عايزه انقل دي مكان دي، عايزه اعمل دي مكان دي. طيب اول مشهد هيظهر فيه الولد ده بيقول كلام ومكتوب جنبه كلام. تعالى نعمل الكلام اللي مكتوب الاول ونكتبه برضو بالعربي. مكان اللوجو هكليك عليه وهعمل ريبليس، وهروح اختار لوجو اكون انا رافعه. لا تعالى ممكن تعالى مثلا احنا كنا رافعين اللوجو ده قبل كده. سينشيا لما تدفع ان شاء الله هشيلهولك، حاضر. بس مثلا الاليمنتس اللي موجوده بالوان مختلفه دي نفس القصه اللي بنعملها على كانفا عادي جدا. بضغط عليها وببدا اغير في اللون زي ما انا عايز according للالوان اللي انا شغال عليها، مثلا من الوان اللوجو. انا عملت ايه؟ ضغطت على العلامه دي وبدات اختار لون من درجات اللوجو. جميل. طيب عدلت كل اللي انا عايزه اعدله. عايزه اعدل الشخص بقى. الشخص ده بيقول ايه؟ اولا لو انا عايزه اعدل الشخص نفسه، اغير الشخص نفسه، هكليك عليه وهبدا اختار من الشخصيات اللي موجوده عنده مثلا البنت دي جميله، يلا نختارها. عايز نعمل ابجريد، يعني خليني احاول اشتغل بالمتاح دلوقتي. دي شخصيات غير مدفوعة نقدر نستخدمها. طيب الشخصية دي لما تتكلم هتقول ايه؟ هتقول الكلام اللي مكتوب تحت، يعني التكست اللي بيتقال هنا هو التكست اللي احنا بنكتبه تحت. العربي مش هتلاقيه احسن حاجة، بس بعمل ايه؟ بكتب الكلام هنا عربي، بخليها تنطقه قدر الامكان زي ما تنطق، وبعدين بروح اركب له فويس اوفر من مكان تاني.
هكتب له مساء الخير جميعا وهسكت. جميل. وافضل اعدل في 1 2 3 10 زي ما انا عايز. بس اخد بالي لو انا شغال على النسخه الفري ان انا التايم لاين بتاعتي في الاخر ما تزيدش عن ال3 دقائق دي، واعرف اعمل بيها حاجه لطيفه. طيب تعالى بقى ندلت كل دول. بقدر ادليت، كليك يمين، او اكوبي، او ادبليكيت اكررها، او اعمل كل اللي انا عايزه. خلاص بقت عندي السلايد دي بس هي اللي انا شغال عليها. عايزه استخدم ميوزك او اعمل اي باك جراوند من اي نوع، من كلمه ميوزك اللي موجوده على الجنب دي ببدا نوع الموسيقى المناسبه للموضوع. عايزه تعلي الصوت توطي الصوت، هو بيعمل التلقائي بتاعه 10%. طيب خلصنا، بعمل جنريت او بروح اتفرج على الفيديو. مساء الخير جميعا. هنا بيفرجك على الفيديو بس، لكن مش بيعمل ليب سينكينج. يعني هتلاقوا البنت بقها ما اتحركش او حركتها اللي هي بتحركها ما اتحركتش. بيتحرك امتى؟ لما بتعمل له جنريت. لكن هنا انت بتتفرج على الفيديو في الاخر هيبقى عامل ازاي. يعني لو انا عامل اكتر من سين، عايز بقى اتاكد من الشكل، عايز اتاكد من اي تفاصيل موجوده، فبروح اتفرج عليه من هنا. مساء الخير جميعا. This first page works like a table of contents. Display your first, second, third, and fourth items with the marker function. Think about what your viewer هعدل واظبط واطور كل اللي انا عايزه، في الاخر هروح اعمل جنريت. صعبه؟ well-crafted investment policy statement, ده فيديو كان اوريدي عملنا له جنريت، اتفرجوا عليه. IPS, can be the backbone of successful investing. It defines the purpose, objectives, and scope, ensuring your investments align with your financial goals. Investment شايفين جودة الليب سينكينج governance is crucial for accountability جودة الفيديو and في الآخر transparency. بتبقى لطيفة. It outlines roles and responsibilities, ensuring decisions are made systematically and ethically. This structure وده كده الشكل العام للفيديو اللي بيطلع. فخلونا نجرب ونشوف بال3 دقايق دي نقدر نطلع ايه ريليتد بنفس شغلنا اللي احنا بنشتغله في العادي. هنا لما ضغطنا على نيو فيديو احنا استسهلنا واستخدمنا التمبلتس، لكن انت تقدر تستارت فروم بلانك، تستارت على الابيض. فجت شخصيه على الابيض خالص. انت بقى هنا ضيف كل اللي انت عايزه. تعالى من ميديا، ضيف الصوره اللي انت عايزها، سواء بقى انت هترفعها لللايبرري اصلا، هتابلود ميديا لللايبرري بتاعتك. زي مثلا دي احنا عاملين لها ابلود عشان ده لوجو، فانا هاخده هصغره هكبره، نفس التعامل مع كانفا بقمه السهوله. طب لا انا عايز ميديا صوره او فيديو، الفيديو ده مثلا هو اللي هيبقى الخلفيه، فانا هاخده هظبطه شكلا وهرجعه للباك جراوند. ماشي، تعالى اتفرج عليه. بس تعالى اتفرج عليه في العموم، هتلاقي انه هنا الفيديو وهنا الشخصيه بتتكلم بالكلام اللي انت كاتبه لها. وصلت الفكره؟ تعالى بقى اضيف، انا عايزه اضيف تكست بكلام معين انا اللي اكتبه، مش تمبلت جاهزه. يلا نضيف تكست. تعالى نضيف شيب معين، مربع ورا التكست. اعمل اللي انت شايفه صح. نفس التعامل مع مين؟ مع صديق. مفيش اسهل من كده في الدنيا. عايزه اضيف الكابشن. الكابشن اللي هو المحتوى اللي انا بكتبه اللي البنت بتتكلمه ده، عايز اضيفه كابشن يظهر مع الكلام. يبقى هكليك هنا وهسيبه كابشن يظهر بالشكل ده. إن هو مديك اكتر من حاجه، تختار الشكل اللي انت عايزه تعامل معاه. جميل. تمام. خلصت هتعمل ايه؟ هتتفرج عليه الاول تتاكد ان كله تمام عشان ما تهلكش في الباقه بتاعتك، وبعدين تعمل له جنريت. تمام.
عايزة احط افاتار مع افاتار، حط، بس الصوت بتاعه لازم بقى تظبطه وتظبط الوقت اللي بيبدأ فيه كل واحد، يعني القصة. فاشتغلها بس انت الاول بواحدة. الشخصيات الجاهزة دي لا، الشخصيات الجاهزة دي بتشتغل يعني هي بتبقى اللوكيشن اللي هي فيه زي ما هو، ما بيتغيرش. ثابت. لكن الشخصيات دي بتتغير اللي خلفيتها بيضاء. طب مثلا مم. البنت دي انا عايزة احطها كده او كده، يعني يا اما فول سكرين، يا اما في دايرة، يا اما في بوكس. العب زي ما انت عايز. مم. مم. جميل. بس دي من التولز اللطيفة جدا اللي تقدر تطلع لك فيديوز وأفكار كتير قوي 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 بشكل سريع. أو لو عندك حاجة بتتشرح ومحتاجة شرح وعرض وكذا، تبدأ تعملها هنا بشكل سريع.